سلطة الشاورما بصوص السمان من أطيب السلطات اللي راح تدوقوها وراح تجربوها وراح تعشقوها وتعتمدوها بكل مناسباتكم وعزايمكم. والله بقول بكفي تعملوا سلطات تقليدية ويطلعوا من المألوف بهاي السلطة اللي كتير طعمها طيب. لنحضر الشاورما رح ناخد 500 جرام من صدر دجاج مقطع شرائح، ربع كوب من عصير الليمون، معلقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، بهارات مشكلة، بودرة البصل، بودرة الثوم. قلبتهم مع بعض مقلاية على النار شوية زيت زيتون. رح نحط الشاورما ونقلبها لتستوي. لحتى نحضر السلطة رح اخد مغلف من خس اشتال الايسبرغ، وكمان مغلف من الخس المشكل من ايسبرغ، وهالخس معقم منظف جاهز للاستخدام. رح نضيف عليه بندورة كرزية وعندي خيار، ورح اخد الشاورما احطها على الوجه. ما تخلطوا كتير السلطة مع بعض عشان ضلها فريش وحلوة. نسيت احط البصل اللي بكون نقعته مع خل عشان تخف طعمته. بعد هيك بحط خبز مقرمش وبنحضر الصوص. كوب من اللبن، ربع كوب من الطحينية، ربع كوب من عصير الليمون، ربع كوب من السماق، وسن توم، ومعلقة صغيرة من الملح. قلبوهم مع بعض وبصير عندي هيك الصوص جاهز. بحطه فوق السلطة وقدموها ودوقوها ورح تعشقوها.